أهلا وسهلا بكل إخواتي وحبايبي متابعين قناة قصص رعب عن العالم الخفي. النهاردة هكون معاكم أخوكم شريف شيكو وحكاية جديدة من حكايات القناة. أوعدكم إن النهاردة هتسمعوا حكاية مرعبة، بس يا ريت لو الحكاية عجبتكم ما تنساش إنك تعمل لايك وتعليق وشير، ولو أنت أول مرة تسمعني وعجبتك الحكاية اوعى تنسى إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الحكايات الجديدة. يلا بينا نبدأ حكايتنا. المرض النفسي من أخطر الأمراض، ممكن بسبب صدمة عصبية تبقى مريض نفسي. المرض النفسي مش بيخلينا نعيش حياة صعبة، أحيانا بيخلينا نعيش حياة مرعبة، وممكن يخلينا نشوف حاجات عمرها ما هتبقى موجودة على أرض الواقع. حكايتنا النهاردة كل اللي هتسمعوه فيها بجد مرعب، بس مش عارفين هو اللي حصل ده حقيقي ولا كان عبارة عن مرض نفسي. الحكاية النهاردة بعنوان الموتى لا يتحدثون. بطل قصتنا النهاردة شاب اسمه خالد، عنده 24 سنة، شاب هادي جدا ومحبوب وسط كل الناس، ومن عيلة طيبة متكونة من 4 أفراد، أم وأب وخالد وأخوه التوأم عمر. بدأت قصة خالد لما عمر أخوه اتوفى في حادثة قصاد عينه، ومن الوقت ده الحزن بدأ يدخل حياة خالد، ودايما كان مكتئب، مش بيحب يقعد مع حد، كان على طول قاعد في الأوضة بتاعته. المكان الوحيد اللي كان ممكن خالد يروحه في أي وقت كانت المقابر. ما كانش الوقت بيفرق كتير مع خالد، كان ممكن يروح الصبح وممكن يروح بالليل، ويفضل قاعد قصاد قبر أخوه يتكلم معاه ويحكي له على كل حاجة بتحصل معاه. وكان دايما بيقوله أنا نفسي أشوفك يا عمر، أنت وحشتني. في يوم بالليل وزي ما خالد متعود دخل عند قبر أخوه، وكانت الساعة تقريبا 10 بالليل، وفضل موجود لحد الساعة 1 بعد منتصف الليل. بس المرة دي كانت مختلفة والرعب بدأ فيها. خالد فجأة وهو قاعد سمع صوت حد بيصرخ، حاول انه يشجع نفسه ويروح يشوف مصدر الصوت، وبدأ يتحرك. شاف بنت مذبوحة على الأرض وهي اللي عمالة تصرخ وبتزحف وبتقرب ناحية خالد. البنت كان شكلها مرعب وصوتها مخيف. الحل الوحيد قصاد خالد انه يجري. بدأ خالد بيجري بسرعة في اتجاه الخروج مقابر لحد ما لقى راجل عجوز من سكان المقابر. خالد وقف قصاد الراجل وهو بيبكي. الراجل ده كان اسمه عم محروس، والمفروض ان هو التراب المسؤول عن المقابر في السنين اللي فاتت، وبيعرف اسرار كتير عن الموتى. عم محروس شاف منظر خالد، بدأ يقول له في ايه يا ابني، انت بتجري كده ليه؟ خير. في الوقت ده خالد كان في حالة ذهول ورعب ومش قادر يمسك اعصابه، كل اللي بيعمله انه بيبكي بس. بدأ عم محروس يقول له طب تعالى يا ابني، تعالى اشرب ميه وارتاح وبعدها احكي لي ايه اللي حصل لك. ومشوا مع بعض في وسط المقابر لحد ما دخلوا حوش على هيئة أوضة صغيرة كان بيسكن فيها عم محروس. وبعد ما خالد شرب المية وارتاح بدأ يحكي كل اللي شافه لعم محروس. الراجل بعد ما سمع كلام خالد بدأ يعرفه هي مين البنت المذبوحة اللي شافها دي، وقال له يا ابني البنت دي كانت عروسة جديدة وجوزها كان دايما بيسافر شغل باستمرار، وفي يوم دخل عليها حرامي في الشقة وكانت لوحدها بغرض السرقة، ومن خوفها ما اعترضتش على حاجة، كانت في محاولة منها انها تنجب عمرها. بس الحرامي ما اكتفاش بالسرقة وكان عاوز يغتصبها. في اللحظة دي هي حاولت تدافع عن نفسها بكل الطرق، وكانت بتصرخ بكل ما امتلكت من قوة. صوت صراخها كان عالي، وكان الرد الوحيد من الحرامي ده بكل وحشية ذبحها.
وكمان بعد موتها بكام شهر جوزها كمان اتوفى من حزنه عليها، والقبر اللي موجود جنب قبر أخوك كان مسواهم الأخير. ومن اليوم ده عفريتها بيطلع كل يوم بالليل. وفي وسط ما عم محروس كان بيتكلم كان أذان الفجر قرب. في اللحظة دي عم محروس قام من مكانه بطريقة غريبة وقال لخالد خلاص انت لازم تروح دلوقتي وخلي بالك من نفسك. خالد كان مستغرب الطريقة اللي عم محروس قال له بيها امشي، بس ما كانش قصاده حل غير انه يخرج من المقابر، والتفكير بيقتله. بس قرر انه يروح لعم محروس تاني يوم الصبح عشان يتعرف عليه ويبقى ونيس ليه وهو بيزور قبر اخوه. تاني يوم الصبح الساعة 11 خالد مشي واتجه للمقابر عشان يروح يبص على عم محروس. لقى الحوش مقفول بجنزير وقفل شكلهم مصدي، بيدلوا ان المكان ده مهجور ما اتفتحش بقاله سنين. خالد ما اكتفاش باللي شافه، قرر المحاولة أكتر من يوم. كان بيروح المقابر أكتر من مرة عند الحوش ده، وكل مرة كان الموضوع لسه زي ما هو، الحوش مقفول ما يدلش إن فيه أي حد عايش هنا. عقل خالد كان هيطير، بس أخيرا لقى الحل إنه يروح يسأل مين التربي المسؤول عن المقابر دي وساكن فين. وفعلا تاني يوم خالد قدر يوصل لاسم التربي، وهنا كانت المفاجأة. التربي المسؤول عن المقابر كان واحد اسمه متولي عنده 45 سنة. هنا خالد قرر انه يروح لمتولي ويسأله مين عم محروس ده. أول خالد ما وصل عند التربي اللي ساكن جوه المقابر في غرفة صغيرة وبدأ يسأله هو مين عم محروس ده. رد متولي التربي كان مفاجأة بالنسبة لخالد، وبدأ يقول له بص يا ابني، حكاية عم محروس دي أنا مش عارف إذا كانت حقيقة ولا هي خيال، بس أنت مش أول واحد تيجي عليه، وكل واحد جه هنا كان بيقول لي حكاية مختلفة. اللي قال إن عم محروس ده ظهر له وقعد يتكلم معاه، واللي قال إن شاف عم محروس واختفى فجأة، وحكايات كتيرة. بس الصراحة أنا ما شفتش عم محروس ده قبل كده، ولا أعرف إذا كان هو إنس ولا جن ولا حكايته إيه بالظبط. خالد وهو متوتر وكانت عينيه على باب غرفة متولي بدأ يقول له يعني إيه مفيش حد اشتغل هنا كان اسمه عم محروس؟ متولي بدأ يقول له يا أستاذنا الشغلانة دي أنا وارثها من أبويا ومن جدي، بس نسيت أقول لك على حاجة، كل واحد جه وسأل على عم محروس ده كان عارف سر من أسرار الموت، وكلهم كانوا بيقولوا إن الأموات بتتكلم مع عم محروس. خالد بدأ يقول له أنا كمان عرفت سر، أيوة عرفت سر البنت المذبوحة جنب قبر أخويا، وعرفت كل قصتها هي وجوزها. متولي ضحك ضحكة غريبة وبعدها قال له حتى الحكاية دي حكاية وهمية، أسرار الموتى أنت لسه معرفتهاش يا ابني. خالد كانت لسه عينيه على باب الغرفة اللي موجودين فيها، اللي ظهر فيها فجأة راجل شبه متولي التربي من على باب الأوضة، والراجل اللي كان بيتكلم مع خالد اختفى فجأة في لمح البصر. من الصدمة اللي شافها خالد وقع على الأرض فاقد الوعي. متولي التربي بيحاول يفوقه، وبعد صعوبة خالد استعاد وعيه مرة تانية، وأول عينيه ما شافت متولي بدأ يصرخ بصوت عالي ويقول له أنت مين وعاوز مني إيه؟ متولي قال له اهدى يا أستاذ، أنا متولي وما تخافش أنا إنسان زيك، ما تقلقش اهدى واقرأ آية الكرسي 3 مرات وأنا هجيب لك شوية مية وهحكي لك كل حاجة وأفسر لك كل اللي أنت شفته. وبعد شوية خالد بدأ يهدى وسأل متولي أنا عاوز أعرف أنا مين اللي أنا شفتهم دول. متولي قال له حاضر، هحكي لك الحكاية دي كلها، أنا عارفها من وأنا لسه صغير إن في جن طيب بيتشكل بشكل بني آدمين بيظهر للناس وبيعرفهم أسرار مفروض محدش يعرفها. بس المرعب في الموضوع يا أستاذنا إن كل اللي عرف سر من الأسرار دي في خلال فترة بسيطة كانوا بيفرقوا الحياة بشكل مفاجئ. بس نصيحة مني لوجه الله، يا ريت ما تجيش المقابر تاني لوحدك،
وحاول تحصن نفسك بالصلاة والقرآن. خلي بالك من نفسك. ودلوقتي تعالى أوصلك لحد الشارع بره. خالد خرج من المقابر والدنيا كلها متلخبطة معاه، وبقى مش مركز مين الإنسان ومين الجن وإزاي في كده. التفكير هيقتله، وبدأت تظهر فكرة غريبة جوه دماغه رغم إنها مرعبة. بس حب الفضول خلى خالد يقرر يروح المقابر بالليل ويعرف حقيقة عم محروس. وكان بيقول لنفسه أنا حتى لو مت هبقى جنب عمر أخويا الله يرحمه، عشان هو بجد وحشني ونفسي أبقى معاه. وتاني يوم بالليل تقريبا الساعة 1 بعد منتصف الليل، خالد مشي في اتجاه المقابر، والمرة دي راح على الحوش اللي قابل فيه عم محروس أول مرة. وأول ما وصل المرة دي قصاد الحوش كان الحوش مفتوح. الباب كان مفتوح وفيه إضاءة خفيفة جوه الحوش، وعم محروس قاعد على الأرض وبيبص لخالد وهو بيبتسم. وبدأ عم محروس الكلام وبدأ يقول لخالد أنا كنت عارف إنك هتيجي ومش هتصدق أي كلام يتقالك غير لما تشوف بعينيك. بس قبل أي كلام أنت ليك مطلق الحرية إنك تمشي وتروح وتبعد بعيد وتكون في أمان، أو إنك تبدأ معايا رحلة ممكن تكون مرعبة بس هتعرف فيها أسرار الموتى، وكمان هتتعلم حاجات كتير أنت عمرك ما هتتخيلها. خالد بدأ يرد على عم محروس ويقول له أنا عرفت إن كل اللي دخلوا الرحلة دي فترة بسيطة وبعدها ماتوا فجأة. عم محروس بيقول له لا استنى، الموت مفيش عليه سلطان غير رب العالمين. احنا مفيش في ايدينا ان نزود او ننقص عمر انسان، وسبب موتك او موت اي حد تاني ممكن يكون اختيارك انت. وانا قلت لك انت حر وانت صاحب القرار، قصادك انك تمشي وتبعد وتبقى في امان، او انك تيجي معايا الرحلة اللي هتعرف فيها اسرار الموتى وهتتكلم معاهم. خالد بدأ يقول له طب من حقي قبل ما أقرر أروح معاك ولا لأ إن أعرف تفاصيل الرحلة دي. عم محروس ابتسم لما شاف على ملامح خالد الموافقة وقال له طبعا يا خالد حقك تعرف كل التفاصيل، عاوزك دلوقتي تسمع وتركز في كل كلمة هقولها لك. رحلة أسرار الموتى هي إنك تعيش داخل عالمنا وهتترك عالم البشر لمدة 40 يوم، وفي خلال ال40 يوم دول هتعرف أسرار كتير وهتتعلم حاجات كتير. لو عقلك استوعبها وقدر يحتويها هتبقى من أهم العلماء في مجال الروحانيات وهتعرف أسرار كتير من أسرار الموتى، بس بشرط إن كل اللي هتشوفه إياك ثم إياك حد تاني يعرفه، عشان لو حد عرف حاجة عن الرحلة دي هو ده السبب الوحيد اللي ممكن يخليك تموت، وهو ده السبب اللي خلى ناس كتير ماتت وهي لسه ما كملتش رحلة أسرار الموتى. وهقول لك للمرة الأخيرة أنت صاحب القرار يا خالد. في اللحظة دي كان الفجر قرب يأذن. بنفس الطريقة الغريبة عم محروس قام من مكانه وقال لخالد روح دلوقتي وخد قرارك، ولو أنت جيت المرة الجاية هتكون وافقت إنك تدخل معايا رحلة أسرار الموتى، ومش هيبقى من حقك إنك ترجع مرة تانية في قرارك. خالد قال له لا استنى، في حاجات كتير عاوز أعرفها، أهمها أنت مين وإيه السبب اللي بيخليك تختفي قبل أذان الفجر. عم محروس بكل هدوء قال له دلوقتي أنت حر يا خالد، لازم تمشي عشان أنا كمان همشي. واختفى فجأة عم محروس من غير ولا كلمة، وخالد لقى نفسه بطريقة غريبة واقف قصاد الباب الحديد بتاع الحوش من بره، والقفل والجنزير موجودين. وفي اللحظة دي كان صوت أذان الفجر. خالد رجع البيت وهو التفكير هيجننه. المرة دي القرار كان صعب جدا. حب الفضول ممكن يقتل خالد اللي هو حابب يعرف الأسرار والمعلومات الغريبة دي، بس في نفس اللحظة اللي كان هو حابب يخوض الرحلة دي كان برضو قلبه لسه خايف، وكان كل خوفه من سوء المصير اللي ممكن يحصل له. خالد قعد يفكر 3 أيام، وفي اليوم الرابع قرر إنه يخوض المغامرة ويدخل جوه عالم مش عارف عنه أي حاجة.
وفي نفس اليوم الساعة 12 بالليل خالد اتجه للمقابر عند حوش عم محروس، والمفاجأة إن الحوش مقفول. خالد فضل واقف قصاد الحوش لحد أذان الفجر، وبعدها روح على البيت. كأن ربنا كان بيديله فرصة تانية عشان يفكر كويس، بس خالد كان مصمم وواخد القرار إن بكرة هيروح للمقابر للمرة التانية. واتكررت المرات، كل يوم خالد يروح لحد حوش عم محروس يلاقيه مقفول. لحد اليوم السابع خالد راح المقابر، والمرة دي لقى الحوش مفتوح. كانت الإضاءة المرة دي عالية جدا شبيهة للنار، وكان عم محروس قاعد على الأرض، وكان حواليه 7 أشخاص موجودين في الأوضة، فوق منهم هالة زرقاء شبيهة للدخان. ولما خالد دخل الحوش في لحظة واحدة اتغير المكان، وفي اللحظة دي كان خالد دخل المجهول في رحلة أسرار الموتى. وبعد دخول خالد للعالم المجهول كان شايف أشخاص شكلهم غريب، هم يشبهوا البشر في الجسم، بس عندهم القدرة إنهم يتشكلوا على أي شكل. وشاف قصاد منه 40 أوضة كلهم مقفولين، ومحدش يعرف إيه اللي جواهم غير عم محروس. الرعب والخوف بدأ يظهر على ملامح خالد، وفي وسط ما هو ماشي في العالم المجهول عينيه لمحت بنت من العالم الآخر، كانت في قمة الجمال لدرجة إن خالد سرح في جمالها ونسي هو فين. وفجأة صوت عم محروس يفوقه ويقول له أنت لازم تركز النهاردة، عشان النهاردة هيكون أول مرحلة في رحلتك. هتدخل أول أوضة وتنفذ اللي هيطلب منك جواها، وبعدها ممكن تقدر تحضر أي روح أنت عاوزها أو عاوز تتكلم معاها. خالد افتكر عمر أخوه وقال أنا هحضر روحه أول واحد وهتكلم معاه. بدأ يقول له وهو في حالة ذهول ممكن أعرف أنا فين وإيه هي الطلبات اللي هتطلب مني؟ أنا دلوقتي مش فاهم أي حاجة. عم محروس قال له بالنسبة للمكان انت وسط عالمنا، والمكان ده خرج منه أهم السحرة وهم اللي بيمتلكوا علوم الروحانيات في العالم بتاعك. ومش عاوزك تنسى يا خالد، انت اللي اخترت انك تعرف أسرار الموت. انت دلوقتي في وسط عالم الجن. أما بالنسبة للطلبات كل أوضة هتدخلها هتعرف إيه اللي مطلوب منك جواها، بس إياك يا خالد ترفض أي طلب خلال فترة ال40 يوم. عقابك الوحيد إنك هتبقى مسجون مدى الحياة في العالم بتاعنا، وعاوزك دايما تكون فاكر أنت صاحب الاختيار ومصيرك أنت المسؤول عنه. أنا هسيبك دلوقتي تتمشى في وسط العالم بتاعنا، وما تخافش أنت ليك كل الحماية، بس أهم حاجة بعد 3 ساعات من دلوقتي تبقى موجود في أول أوضة وما تخرجش منها مهما حصل. واختفى عم محروس فجأة من قصاد خالد. خالد بدأ يمشي بخطوات بطيئة وسط العالم ده، ملامح المكان كلها مرعبة، الدم موجود على الأرض وحتى الطيور والحيوانات شكلهم مختلف. وفي وسط ما خالد ماشي في وسط العالم الغريب ده شاف البنت الجميلة مرة تانية، بس المرة دي كانت نظرتها كلها عليه، وهو كمان بدأ يبص عليها. وفجأة اختفت البنت وظهرت في خلال لحظة واحدة ورا ظهر خالد، وإيديها الاتنين على كتفه، وبدأت تقول له انت مين وإيه اللي جابك عالمنا؟ خالد رد بكل بساطة وحكى لها الحكاية كاملة، وبعد كده سألها هو انت مين وليه كنت بتبصي عليا كده؟ البنت بدأت تقول له أنا اسمي نيرة، المسؤولة عن سحر التخيلات جوه العالم ده، موجودة في وسط مجموعة بنتحكم في كل علوم السحر والروحانيات، والسبب اللي كنت ببص عليه عشان أنا اللي هبقى مسؤولة عن كل اللي انت هتشوفه طول فترة ال40 يوم اللي انت موجود فيها معانا. بس دلوقتي لازم تمشي وتدخل أول أوضة يا خالد، وبعدها هشوفك تاني. واختفت نيرة فجأة. خالد سمع الكلام ودخل الأوضة الأولى، وكان موجود جوه الأوضة دي قطة لونها أسود مربوطة، وجنبها محطوط سكينة وقصادها منقة نار، وبدأ يتكتب على الحيطة بالدم الطلب الأول: اذبح القطة وطفي النار بدمها. المفروض إن خالد ينفذ الطلب، بس ما كانش قادر. هنا بدأ يحس إنه ولد غلطة كبيرة
في اليوم اللي وافق إنه يجي المكان ده، بس كان لازم ينفذ الطلب، وخد القرار إنه يذبح القطة. وفي الوقت اللي خالد خد السكينة وبدأ يذبح القطة ملحقش يطفي النار بدمها، وقع على الأرض مغمى عليه، ودخل في رحلة مع عقله الباطن، وشاف عمر أخوه قصاد عينه. عمر بدأ يتكلم ويقول له: ليه يا خالد؟ ليه عملت كده؟ العالم اللي انت اخترت تدخله ده كله خداع وكذب. وافقت ليه تدخل العالم انت ما تعرفش عنه حاجة يا خالد؟ حاول تهرب، عشان اللي جاي انت مش هتقدر تستحمله يا اخويا، ولا هتقدر تنفذه. خالد وهو بيعيط بيقول له: انت كنت وحشني قوي يا عمر، وكنت عاوز اشوفك واتكلم معاك. ما كنتش اعرف ان هشوف كل ده، بس انا لازم اكمل. انا مش هعرف اهرب من العالم ده. عمر بدأ يقول له: ما تخافش، هتعرف تهرب. هتهرب عن طريق نيرة المسؤولة عن سحر التخيلات. نيرة عشقتك يا خالد، وهتوافق تهربك من العالم ده. وعلى فكرة أنا قرين عمر أخوك مات، واللي بيموت يا خالد مش بيرجع تاني، ولا عمره بيتكلم. أنا حبيت أظهر لك بس عشان أساعدك، عشان أنت كنت بتحب عمر وهو كمان بيحبك. وفي اللحظة دي خالد فاق من حالة الإغماء، بس لقى عم محروس موجود معاه في الأوضة، وبيبصله ويقول له: أنت كده سقطت في أول اختبار، خلي بالك اللي جاي صعب جدا، وشكلك كده يا خالد قررت إنك هتعيش باقي عمرك معانا، فحاول بقى تتأقلم على الوضع ده. أنا هسيبك دلوقتي وهنتقابل بكرة في الغرفة التانية. واختفى عم محروس. خالد كان بيتكلم بينه وبين نفسه ويقول: أنا إيه اللي عملته في نفسي؟ أنا شكلي حكمت على نفسي بالموت وسط العالم ده. وبدأ يبكي بحرقة. في اللحظة دي ظهرت نيرة وبدأت تقول له: ما تبكيش يا خالد، أنا قلت لك أنا المسؤولة عن كل اللي أنت هتشوفه أو هتسمعه. خالد وهو بيعيط: يعني الكلام اللي قال عليه قرين عمر أخويا كان صح؟ أنت فعلا بتحبيني وممكن تخرجيني من العالم ده؟ نيرة بدأت تقول له: أيوة يا خالد، أنا بعشقك وممكن أهربك من العالم ده، بس الأول أتأكد من إنك هتتجوزني في العالم بتاعكم. خالد من غير تفكير موافق، بس أهم حاجة أخرج من وسط العالم ده، وهعمل لك كل اللي أنت عاوزاه. نيرة ابتسمت وقالت له: اتفقنا، بكرة أدخل الأوضة التانية، وفي الوقت اللي هتكون موجود فيها هرجعك في العالم بتاعكم، بس خليك عارف إن أنا ههرب من العالم بتاعنا ده، ولو جيت يا خالد ورفضت إنك تتجوزني وخلفت العهد هتكون فتحت على نفسك باب من أبواب الجحيم. هخليك تتمنى الموت يا خالد. خالد كان بيرد على نيرة وهو متوتر: أوعدك مش هسيبك، وهنفذ لك كل اللي انت عاوزاه، بس هربيني من العالم ده. أنا عاوز أرجع أعيش وسط البشر من تاني. نيرة قالت له: خلاص يا خالد، ما تقلقش، روح نام دلوقتي وبكرة هتكون رجعت العالم بتاعك. واختفت نيرة. خالد كان مش مصدق إنه هيرجع لأهله من تاني، بس الإرهاق والتعب خلاه نام من غير تفكير. وتاني يوم الصبح صحي لقى عم محروس قصاد عينه وبيقول له: ركز في الاختبار اللي جاي، لو نفذت اللي هيطلب منك ده يا خالد هتتعلم كتير عن عالم السحر. أنا هسيبك دلوقتي، وبعد ساعتين من دلوقتي هتكون موجود في الأوضة التانية، وحاول تنفذ كل اللي هيطلب منك جواها. الساعتين دول عدوا على خالد كأنهم سنين، وبعد ما خلصوا أطول ساعتين في حياة خالد دخل الأوضة التانية، والطلب بدأ يتكتب على الحيطة بالدم. المرة دي كان صعب جدا، مش بس على خالد، اللي اتكتب على الحيطة صعب على أي إنسان إنه ينفذه، حتى لو كان التمن ده إنه يموت. المشهد كان مش بس مرعب، كان صعب جدا على أي إنسان. جسم عمر كان موجود على الأرض في نفس الأوضة، وموجود جنبه منقد النار والسكينة، والطلب اللي كان مكتوب على الحيطة بالدم إن لازم خالد يقطع من جسم أخوه ويرمي من لحمه في النار. وبالطريقة دي هيتعلم كل أسرار السحر. بس المرة دي وبدون أي تفكير خالد رفض ينفذ الطلب.
وفجأة ظهر قصاد عينه عم محروس وقال له لازم تنفذ الطلب ده، احنا اتفقنا وفي بيننا عهد. خالد وهو ميت من الرعب، لا مش هقدر انفذه حتى لو مش هرجع للعالم بتاعي من تاني، انا مش هقدر اقطع من جسم اخويا مهما حصل. عم محروس بغضب قال له براحتك يا خالد، انا قلت لك ده اختيارك، اما بالنسبة لموتك انت اللي هتتمنى تشوف الموت عشان بس تترحم من العذاب اللي هتشوفه في العالم بتاعنا. وبدأت تظهر ملامح الغضب على وش عم محروس اللي ظهر بهيئته الحقيقية وكانت بجد مرعبة. وبدأ ينده على الحراس بصوت عالي وقال خدوه على السجن ودخلوا معاه جسم اخوه والسكينة عشان لما يجوع يقطع من لحم اخوه وياكله، وسيبوا معاه دم عشان لما يعطش يشرب منه. وبعدها استدعى نيرة وقال لها انت المسؤولة انك تعيشي خالد في خيالات كلها رعب وفزع، عاوزك تخليه يتمنى الموت لحد ما يوافق ينفذ الطلبات. خالد وهو بيصرخ بيقول له حرام عليك، ارحمني او حتى موتني، بلاش اشوف كل اللي انت بتقول عليه ده. عم محروس رد بكل غضب وبدأ يقول له انا قلت لك انت الحر ومصيرك متعلق باختيارك من الاول، خدوه على السجن. الحراس خدت خالد وكان في المقدمة نيرة. خالد كان في حالة هستيرية من البكاء والصراخ. وبعد ما دخل في السجن ولقى فعلا جسم اخوه مرمي على الارض وجنبه سكينة وجردل كبير مليان دم. الغرفة اللي كان خالد هيدخلها كانت مليانة بالقاذورات، كان فيها اشياء كتير زي معدة حيوانات وفئران ميتة وعظم كتير. خالد كان قاعد لا يعلم حاله غير الله، مستني المساعدة من نيرة أو إن ربنا يحكم عليه بالموت ويخلصه من العذاب اللي هيشوفه. فضل خالد جوه السجن لمدة 3 أيام، شاف فيهم قمة الرعب والعذاب من غير ما ياكل ولا يشرب، وكان خلاص على وشك الموت، لحد ما فجأة ظهرت نيرة وبدأت تقول له بنبرة حزينة أنا أسفة يا خالد، أنا أسفة عشان عيشتك في الرعب ده، بس صدقني كان غصب عني، أنا عملت كل ده عشان أقدر أحرر روحك. خالد بدأ يرد عليها وهو في غاية التعب، أنا مش فاهم حاجة، يعني أنا هموت عشان تحرري روحي؟ نيرة بدأت تقول له لا يا خالد، أنت جسمك مش موجود هنا أساسا، روحك بس اللي معانا، وجسمك موجود في عالم البشر. أنا دلوقتي هديك حاجة تشربها بعدها هتتحرر للأبد، وبعدها كمان أنا ههرب، بس خليك فاكر لو اتخليت عني بعد لما ترجع العالم بتاعك مش هتشوف يوم كويس في حياتك يا خالد. خالد قال لها أنا موافق، بس أرجع العالم بتاعك. وبدأ ياخد من إيديها سائل لونه غريب وشرب منه من غير ما يفكر، بدأ يحس بتقل في دماغه وزغللة قصاد عينيه، ودقايق بسيطة ودخل في غيبوبة. وعدى 4 أيام وبعدها خالد بدأ يفوق من الغيبوبة، لقى نفسه في المستشفى وأهله كلهم حواليه، وفي هرج ومرج في المستشفى وصوت عالي بيقول الحق يا دكتور. خالد فاق، وبعد الإسعافات اللازمة خالد عرف إن هو موجود في المستشفى بقاله 40 يوم. وإن اللي جابه المستشفى واحد اسمه عم أحمد التربي المسؤول عن مقابر العيلة، وقال إن لقاه مغمى عليه قصاد قبر أخوه. عقل خالد بعد ما سمع الكلام ده كان قرب يطير، يعني معقولة كل اللي أنا شفته ده كان كابوس؟ وبعد ما عدى كام يوم واستقرت حالة خالد الصحية وخرج من المستشفى، كان كل تفكيره إنه يعرف إيه اللي حصل له وحقيقة اللي شافه في العالم الآخر ده. مفروض إن كان خالد يبدأ حياة جديدة وينسى كل اللي حصل، بس الغريبة إن خالد فضل يفكر في الماضي وبكل غباء، فكر إنه يروح المقابر مرة تانية. كان من الطبيعي إن يكون موجود خوف ورعب في قلبه، بس خالد كان خوفه الوحيد إن كل اللي شافه ده يطلع حقيقي ويمسكوه من تاني. بس قراره النهائي في نفس اليوم إنه لازم يروح المقابر مرة تانية. وفي نفس اليوم بالليل تقريبا الساعة 1 بعد منتصف الليل، خالد كان واخد القرار ومتجه للمقابر، بس المرة دي كان ماسك في إيده مصحف وكان ماشي بيقرأ قرآن. قراءة القرآن كانت بتطمنه،
لكن كان فيه مفاجأة مش مفهومة في انتظاره. وصل لحد المكان اللي كان فيه الحوش اللي شاف فيه عم محروس أول مرة. الحوش مش موجود أساسا في المقابر. خالد رجع على البيت وهو مش فاهم حاجة، وتاني يوم الصبح راح المقابر عشان يتأكد ويسأل على عم متولي. بس المفاجأة إن متولي هو كمان الأوضة اللي كان عايش فيها مش موجودة في المقابر كلها. وفجأة خالد شاف راجل موجود في المقابر. أول ما شافه الراجل خد خالد بالحضن وقال له الحمد لله على السلامة يا أستاذ خالد. وبعد الدردشة خالد عرف إن هو ده عم أحمد اللي أنقذ حياته ووداه على المستشفى. بسرعة خالد بدأ يتكلم معاه ويحكي له كل حاجة حصلت من أول يوم لحد دلوقتي بكل التفاصيل. رد عم أحمد كان منطقي جدا. قال له أنا مش هفيدك يا أستاذنا، عشان لو حكايتك طلعت صح يبقى أنت بجد في خطر كبير، ولو كانت تهيؤات يبقى لازم تكمل علاجك. بس اللي ممكن يفيدنا في الموضوع ده الشيخ عبد الله، راجل كبير واهب حياته كلها لربنا ومعالج بالرقية الشرعية. إن شاء الله تاخد واجبك الأول يا أستاذ خالد، وبعدها نروح نتكلم مع الشيخ عبد الله، هو ساكن قريب مننا. خالد قال له في الأول أحب أشكرك يا عم أحمد على كل اللي عملته معايا، وهتعبك معايا بس واجبك بجد وصل. يا ريت دلوقتي نروح للشيخ عبد الله. فعلا خرجوا من المقابر لبيت قريب جدا، وعند وصولهم عند الشيخ عبد الله بعد الترحيب خالد بدأ يتكلم بسرعة. اسمعني كويس بالله عليك، أنا اللي شفته عمر ما حد هيصدقه. أنا عشت جوه العالم الجن وهحكي لك كل شيء حصل معايا. في وسط ما خالد بيتكلم بدأ يبكي بحرقة، وبعد ما مسك نفسه كمل كلامه. وكمان أنا مفروض مستني واحدة اسمها نيرة من عالم الجن، مسؤولة عن سحر التخيلات، مستنيها انها تيجي في اي وقت عشان في بينا عهد واتفاق. انا بجد بموت بالبطيء يا شيخ. الشيخ عبد الله بدأ يقول له ايه ده يا ابني، ما تخافش من اي حاجة، رب العباد موجود وقادر يحميك ويحميني. كل اللي مطلوب منك انك تتمسك بكتاب ربنا والتزم بسنة حبيبي وحبيبك رسول ربنا عليه افضل الصلاة والسلام. صدقني لو التزمت بالطاعة مع ربنا هتنجى من كل المهالك. واسمع بقى يا ابني، اللي انت حكيته ده ملهوش غير تفسيرين. التفسير الاول ان يكون كابوس طول فترة الغيبوبة، وبعد لما ربنا اراد انك تفوق حياتك هترجع لطبيعتها من تاني. اما السبب التاني ممكن يكون دخولك في الغيبوبة اصلا هو ظهور اي شيء مرعب في المقابر، وده اللي ممكن نعرفه حالا بالرؤية الشرعية. قوم دلوقتي يا ابني اتوضى وصلي ركعتين لله بنية شفاء صدرك وعقلك، وادعي ربنا وانت بتصلي انه يحميك ويحصنك بالحصن المنيع. خالد سمع الكلام ودخل اتوضى وصلى ركعتين، وبعدها قعد قصاد الشيخ عبد الله. بدأ الشيخ عبد الله بقراءة الرقية الشرعية. وأثناء الرؤية بدأت عين خالد تلمع وبدأ التوتر يظهر على ملامحه، بس ما كانش فيه حاجة بتحصل غير إن خالد بيبكي طول الرؤية الشرعية. وبعد ما خلصت الجلسة الشيخ عبد الله قال لخالد الحمد لله، دلوقتي أقدر أطمنك جسمك مفهوش أي عوارض من عالم الجن زي المولد، بس كل اللي مطلوب منك إنك تلتزم بطاعة ربنا وتتمسك بكتابه. وبعدها خرج خالد مع عم أحمد من منزل الشيخ عبد الله، وكان خالد واخد قرار مهما كان اللي شافه يطلع حقيقة أو يطلع خيال أو حتى اللي لسه هيشوفه، قرر إنه لازم يلتزم مع ربنا ومش هيبعد عن كتاب ربنا مهما حصل. وبعدها مر حوالي 3 شهور وخالد اتحول من حال لحال تاني أفضل بكتير. بدأ يلتزم فعلا مع ربنا وكان بيطيع ربنا حق الطاعة، صلاة وصوم زكاة أذكار كتير، والتزم مع ربنا بجد. وبعد ما عدى 6 شهور حدثت المفاجأة المنتظرة، نيرة في طريقها الآن إلى عالم البشر. ومع وصول نيرة إلى عالم البشر كانت أول زيارة للأوضة بتاعت خالد الخاصة، وكانت قاعدة في انتظاره عشان هو مش موجود في البيت. خالد أول ما رجع البيت ودخل الأوضة بتاعته شاف نيرة، بس المرة دي ما كانش مصدوم ولا باين على ملامحه أي اندهاش ولا خوف، بالعكس اتكلم بسرعة وأول حاجة قالها أنا كنت متأكد إنك هتيجي
كنت متأكد إن أنا كل اللي شفته ده كان حقيقي. نيرة وهي مبسوطة بدأت تقوله: وحشتني قوي يا خالد، من بعد ما هربتك وأنا محبوسة بأمر الملك، ويا دوب قدرت أهرب، وأول حاجة فكرت فيها إن أجيلك يا خالد عشان نتجوز. خالد بدأ يقول لنيرة: أنت أنقذت حياتي ورجعتيني تاني في العالم بتاعي، وأنا وعدتك بشيء ومش هخلف وعدي، بس قبل ما أتجوزك أنا ليا طلبين ولازم يتنفذوا. نيرة بكل ثقة قالت له: أي حاجة هتطلبها مني يا خالد هنفذها لك فورا. خالد قال لها: الطلب الأول عاوز أعرف أنا إيه اللي حصل معايا، وإيه كان حقيقي وإيه كان خيال. عاوز أعرف كل حاجة بأدق التفاصيل عشان أنا هتجنن وعقلي مش مستوعب. نيرة قالت له: حاضر يا خالد، هحكي لك كل حاجة، بس خليك فاكر إنك أنت وعدتني بالجواز. في البداية خالص لما شفت جثة البنت المذبوحة، البنت دي كانت أنا اللي اتشكلت على هيئة عفريتة البنت، وانت ما قمتش من مكانك حتى من كتر الصدمة. انت اغمى عليك لما شفت المنظر ده ودخلت في غيبوبة، ومن بعدها وانا اتملكت من عقلك وبدأت تظهر لك عشان بجد اتعلقت بيك وعشقتك، وانا برضو اللي خليتك تشوف كل اللي انت شفته في العالم التاني. خالد وهو مندهش: استني كده، يعني معنى كلامك ان مفيش عم محروس ولا متولي ولا سجن ولا حراس ومفيش جثة عمر اخويا؟ مفيش كل ده كانت مجرد تهيؤات يا نيرة؟ بدأت تقول له نيرة: مفيش كل ده، أنا اللي كنت مسؤولة عن كل حاجة أنت شفتها أو عشت فيها. خالد بدأ يقول لها بصوت عالي: وليه كل ده؟ وإزاي بعد ما تعملي كده أنت اللي تساعديني إن أخف من السحر بتاعك؟ نيرة ردت عليه: أنا عملت كل ده عشان أوصلك إنك تحبني وتوعدني بالجواز، وما تستغربش، العشق يخليني أعمل أكتر من كده بكتير. أما إزاي أنت اتخلصت من السحر بتاعي وقت ما بدأت تفوق من الغيبوبة، أنا برضو اللي وقفت السحر ده عشان كنت خلاص خدت منك العهد عن العشق والجواز. ودي كل حاجة حصلت يا خالد. إيه هو الطلب التاني اللي أنت عاوز تعرفه؟ خالد وهو تقريبا منهار قال لها: لا خلاص، ملوش لزوم الطلب التاني. أنا كنت هعرض عليكي تدخلي في الدين الإسلامي، لكن استحالة واحدة عندها كل كمية الشر دي تفكر تدخل الإسلام، واستحالة برضو إن أتجوزك بعد كل اللي أنت قلتهولي. نيرة بدأت تتكلم بصوت عالي وتقول له: لا يا خالد، أنا عشانك هعمل أي حاجة، وممكن كمان أدخل الدين الإسلامي اللي أنت بتقول عليه، بس عاوزاك تفتكر كويس صيغة عهدنا. أنا قلت لك لو خلفت العهد هتشوف اللي عمرك ما هتستحمل تعيش فيه يا خالد. خالد بدأ يتكلم بكل ثقة ويقول لها: مش هتقدري تعملي حاجة، أنا فعلا اتعلقت بيكي، بس مش هينفع أتجوزك، مش هقدر أغضب ربنا، ووريني قوتك ممكن تعملي إيه معايا. في اللحظة دي حصلت حاجة غريبة. باب أوضة خالد اتفتح وأمه دخلت عليه، وكان في إيديها سكينة. أم خالد بدأت تحط السكينة على رقبتها وذبحت نفسها. خالد بيجري عليها وهو بيصوت، بس فجأة وبدون أي مقدمات كل حاجة اختفت، وباب الأوضة لسه مقفول زي ما هو، وأم خالد ما دخلتش أصلا. نيرة بضحكة كلها رعب قالت له: ده أقل حاجة ممكن تشوفها أو تعيش فيها يا خالد، احذر وإياك تخلي عشق ليك يتحول للكره، مش هتقدر تكمل حياتك، هخليك تتمنى الموت من كتر الرعب اللي هتشوفه وتعيش فيه. خالد فعلا كان في حالة رعب بعد المشهد اللي شافه وأمه بتذبح نفسها قصاد عينيه. قال لها: أنا هوافق، بس ليا شرط واحد، نستخدم سحرك ده في الخير ونساعد الناس. والشرط ده كانت الغلطة الأخيرة في حياة خالد. وفي لحظة واحدة نيرة اتشكلت بشكل فتاة جميلة جدا، سحر جمالها يخطف أي شاب، فيها كل المفاتن اللي أي شاب ممكن يحبها. وبخبث الشياطين وافقت نيرة على طلب خالد، وهو كمان غلط ووافقها إنه يتجوزها. وفعلا تم الجواز بين نيرة الجنية وخالد الإنسان، وتمت العلاقة الزوجية كاملة. ومن اللحظة دي وخالد قرر يكتب مذكراته بإيده. وبعد ما الجواز تم، نيرة قالت لخالد: بكرة هعلمك حاجات كتير تقدر تمتلك بيها
كنوز الأرض وفنون السحر، وتقدر تتحكم في معظم الحاجات اللي موجودة حوالين منك. بس أنا لازم دلوقتي أمشي، وهقابلك بكرة يا خالد. واختفت نيرة من الأوضة بتاعت خالد. خالد دخل الحمام، خد دش وبعدها اتوضى وصلى ركعتين لله. وبعد الصلاة ابتدى يفكر في كل اللي حصل، وبدأ يشعر إنه ارتكب معصية كبيرة لما اتجوز من جنية. وبعدها بدأ خالد يبكي كتير من خشية ربنا، وقرر إنه يعمل زيارة للشيخ عبد الله بكرة. تاني يوم الصبح خالد راح للشيخ عبد الله، وبعد الترحيب خالد حكى للشيخ كل اللي حصل معاه وعرفه إنه هو اتجوز نيرة. الشيخ عبد الله بدأ يتعصب ويقول له: حرام عليك يا خالد، حرام اللي انت عملته ده، لازم ترجع لربنا وتحصن نفسك كويس، عشان سحر التخيلات هو خطر فعلا وممكن يتسبب في موتك. بس الأكثر خطورة إن السحر ده يتحول لعشق. تعالى دلوقتي هقرأ عليك بعض الآيات من كتاب ربنا عشان أعرف انت فيك ايه بالظبط. وبدأ الشيخ عبد الله بسرعة قراءة آيات التحضير والعذاب والحرق. وبعد نص ساعة حضرت نيرة. بس المرة دي كانت على جسم خالد وبتتكلم بلسانه، ووقفت مكانها وأول حاجة قالتها: أنا نيرة بنت ملوك الجن، من الجن الطيار والمسؤولة عن سحر التخيلات، وأنا أخدت منه العهد إنه يتجوزني، ولو أنت حاولت إنك تفرق بيني وبينه هيكون مصيرك الموت. أنت مش هتقدر عليا، عاوزاك تصدقني. واختفت نيرة ورجع خالد بطبيعته. بس الشيخ عبد الله كان باين عليه التعب، وخالد بدأ يسأله: مالك يا شيخ؟ الشيخ عبد الله قال له: مفيش حاجة، أنا كويس، بس محتاج ارتاح شوية. ممكن تروح دلوقتي يا خالد وتيجي بكرة نكمل الجلسة؟ خالد قال له: اتفقنا يا شيخ، سلام. قبل ما خالد يخرج من البيت الشيخ قال له: استنى، اوعى تسيب كتاب ربنا من ايدك مهما حصل يا خالد. وبعدها خرج خالد من عند الشيخ عبد الله والخوف والرعب مالين قلبه، بس قرر انه يرجع لربنا ويرجع للطريق الصح. وعدى اليوم، وبالليل وصلت نيرة لحد الأوضة وبدأت تقول لخالد: انت ليه مش عاوزني؟ ومين ده اللي انت رحت له عشان يخلصك مني؟ على فكرة ذنبه هيبقى في رقبتك لو قررت انك تبعد عني، الشيخ عبد الله ممكن يموت. خالد حتى بعد ما سمع كلام نيرة لسه مصمم على الرفض مهما كانت العواقب. ظهرت ملامح الغضب على نيرة وبدأت تقول له بعصبية: أنا هسيبك النهاردة تفكر وتحدد مصيرك. واختفت بعدها. تاني يوم الصبح خالد اتجه لمنزل الشيخ عبد الله، لكن اللي حصل كانت بجد مفاجأة صدمة ومرعبة. الشيخ عبد الله مات بسبب أزمة قلبية قبل ما خالد يوصل بربع ساعة بس. في الوقت ده خالد كان عايش في لحظات من الرعب والفزع، بس افتكر ان الموت بإيد ربنا، ومهما كانت الظروف مش هبعد عن ربنا مهما حصل حتى لو هموت. خالد رجع البيت ونيرة ظهرت في نفس اليوم بالليل، بس خالد كان لسه مصمم على الرفض. نيرة بدأت تتكلم بغضب كبير وقالت: استنى يا خالد سوء المصير. وبعدها اختفت وسابت خالد نهائي وما بقتش تظهر. ومن بعدها خالد عايش في عذاب التخيلات، في الأحلام وفي اليقظة. بيشوف الأموات موجودين جوه غرفته، وبيشوفهم في الشوارع وبيتكلموا معاه وبيحاولوا يكلموه يجننوه كتير. خالد بدأ يركز مع التخيلات وبدأ يعيش معاها لحد ما افتكر إن هو بيتكلم مع الأموات. وبعدها خالد دخل في مرحلة اكتئاب وبقى عايش مع التخيلات اللي بدأت تزيد، وبدأ يشوف تعابين موجودين حوالين منه في كل مكان. ودلوقتي خالد مريض مش قادر يتحكم في أي عضو من أعضائه وما بقاش قادر يتحرك. خالد بقى قاعد طول الوقت على كرسي متحرك، بس لسه مصمم إنه يكون مع ربنا مهما شاف. وكان بيقول إن كل اللي بيحصل معايا ده أكيد ربنا بيبتليني عشان اللي أنا عملته، عشان يطهرني. ونيجي لليوم الأخير من حياة خالد
وكانت الزيارة الأخيرة لنيرة عرضت نفس العرض إنها تسامح خالد مقابل العشق والجواز. بس الغريب إن خالد لسه مصمم على الرفض ومهما حصل مش هيوافق. ومن بعدها انسحبت نيرة من غرفة خالد وما ظهرتش تاني. بس المفاجأة إن بعد ما نيرة اختفت من الأوضة بتاعت خالد في خلال ساعة رجعت له صحته بقدرة قادر، وقدر يتحرك من تاني ويقف على رجله. أول حاجة عملها إنه دخل اتوضى وصلى ركعتين شكر لله، وكانت حياته في خلال الكام يوم دول صلاة وعبادة بس. وبعدها بكام يوم خالد اتوفى وهو ساجد بين إيدين ربنا. وآخر سطر كان سايبه في مذكراته كان مكتوب فيه: احذروا الوحدة داخل المقابر، الموت الحقيقة الوحيدة اللي في حياتنا، بس الموتى لا يتحدثون، ولو اتحدثوا خليك عارف إنها هتبقى النهاية قربت منك. بس يا ترى في الوقت ده انت هتكون جاهز للنهاية؟ عملت اللي يخليك مش خايف من الموت؟ هو ده اللي لازم تفكر فيه. وبكده تبقى انتهت حكايتنا النهارده. ويا ريت لو عجبتك الحكاية اعمل لايك، اهم حاجة انك تعمل لايك عشان دي الحاجة الوحيدة اللي بتوصل الفيديو لأكبر نسبة من المشاهدين، وكده تكونوا بتدعموني وبتخلوني استمر واقدم لكم فيديوهات وقصص اكتر. ولو عايزين تبعتولي اي تجارب حقيقية او تعليقات نطور بيها المحتوى اللي بنقدمه، ممكن تكتبوها لي في تعليق او حتى على رسائل صفحتي الشخصية على الفيسبوك، وهتلاقوا لينك الصفحة موجود تحت الفيديو. ويا ريت تدعموا القناة بمشاركة القصة مع أصحابكم. ولو أنت أول مرة تسمعني وعجبتك الحكاية اوعى تنسى إنك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الحكايات الجديدة أول بأول. وبكده أقدر أقول لكم إلى اللقاء في قصة جديدة. كان معكم أخوكم شريف شيكو. دمتم سندي يا أصدقائي. السلام عليكم.